وقفة بسيطة سريعة مع العم أبو حسين. أبو حسين بداية علمنا باسمك الرباعي. علي عبد الله بن علي الجمعي. الله يعطيك الصحة والعافية. أبو حسين الله يعطيك الصحة والعافية على هالخدمة المؤمنين، عاد حال في المقبرة أو حال في بيت الله المسجد أو حال في الحسينية، وجزاك الله خير الجزاء. ولازمت شخصيتين، وهو العم الحاج محمد صالح الإبراهيم، ولازمت الحاج العم رحمة الله عليه حسين الخليف أبو علي، والسيد صادق صادق المكي. ها الله يعطيك الصحة والعافية. تكلم لنا عن الحج محمد صالح الإبراهيم، كلمة في ذهنك دائما هو يرددها مثلا. يقول المكتوب يجي، المكتوب دائما يقول المكتوب يجي. هذه طبعا إذا حط الوجبة. اي نعم. واذا يعني جاء احد يبغى يعني يخدم معانا وقلنا له ترى فلان جاي، قال اللي عمله مو لله ما ينمو فعلا. هو يعني فكذا شخص يجي ما يدوم معانا ما شاء الله. ما ندري وش مصلحته من مصلحته، الله اعلم يعني. فما نشوف الا شرد خلاص مش نعم. الموضوع ده. فهذا الحجي دائما يذكرنا، دائما يكررها، اللي عمله مو لله ما ينمو. والمكتوب يجي. المكتوب يجي. طيب العم أبو علي الخليف. أبو علي الخليف حقيقة يعني رجل مؤمن حيل يحب المسجد ويحب الحسينية، ودائما كرس جهوده في خدمة المسجد والحسينية، ويحرص عليك على أي شيء، أي حاجة يتصل علي في الليل في النهار، أبو حسين عندي الشغل الفلانية في المسجد في الحسينية كذا، أقول له خلاص أجي الصباح أنا أبطل الحسينية وأشتغل، وحتى الأغراض شيء أجيب وأركب، وهذا كله في يعني يصب في أجر أبو علي إنه يشغلني. وهذا أنا هذا طول العمر توفيق من رب العالمين، مو اجتهاد من بس، هذا توفيق. الله لو أحب العبد وفقه في أمور ترضي الله سبحانه وتعالى. فخدمة المسجد والحسينية توفيق من رب العالمين، فعلا توفيق من رب العالمين، وأنا أتلذذ بهذه الخدمة، ما زلت أتلذذ. الله يعطيك الصحة. في أثناء وأنا أشتغل أشوف النور من عند الله سبحانه وتعالى وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد. العم السيد صادق. السيد صادق كذلك أنا يعني اشتغلت معاه أمر منه، وكان يقول لي أنا يا أبو حسين أحب إنك يعني تخدم معي، فكنت أشتغل معه حتى سنة من هالسنين كنا مجدين السبق للحسينية، ففكنا الأنوار. الناس الآن كثرت في تشييع الجنائز غير السابق. والله حقيقة لأن كثرت الموت كثر، والإعلام أول ما كان هالواتساب، ما كانت الاتصالات، ممكن الناس أول يدرون بعد الدفن. صحيح، لا يدرون بعد الدفن صحيح، يعني يقولون ترى في فاتحة في المكان الفلاني عايز يعني فلان كذا. الآن لا، قبل ما يجاب الجنازة المقبرة العالم كله درت، العالم كله درت جروب الوفيات. نعم الله يعطيك. فطبعا المقابر الآن يعني أصبحت تراودها المؤمنين من كل مكان، أحسن بكثرة غير سابقا، كثرة غير سابقا يعني. حتى اللي مش من منطقتنا وعنده أقرباء مدفونين هنا في المقبرة يجون. نعم خميس الجمعة سائر الأيام، لأن المقبرة مفتوحة من الصباح لين الليل. نعم الله يعطيك الصحة. طيب في السابق لما حد يمر تزور المقبرة في الليل شيء يخاف غير الآن يا عم. صحيح. في السابق شوي لهم الوحشة أكثر. صحيح. المقبرة ما كان يعني يجون، حتى الأطفال ما كانوا يجون، يعني لما تقول له أنا بروح المقبرة يهرب منك، ما يجي معك، يقول لا أنا ما أروح مقابر، أخاف. الحين الأطفال وتشوف الشباب والنسوان يعني في زيارة حق المقبرة كثير صحيح كثير غير السابق. يعني عندهم استعداد، وبعدين عندهم ترتيب مواعيد، يعني الجمعة الساعة الفلانية احنا في المقبرة نزور نقرأ الفاتحة اللوية، يقرون الفاتحة اللوية. الخميس كذلك تشوف ناس يعني مرتبين روحهم على الساعة الفلانية. أنا أخوي المرحوم أبو عبد الله يعني كان مرتب روح العصر يوم الخميس رسمي، يجي يزور الوالدة ويقرأ الفاتحة للمؤمنين. بعدين تغير من العصر لين الصباح، قال العصر في نسوان وفي ذا ما باجي، فكان يجي الصباح. الله يعطيك الصحة والعافية. ما أخذ له طول العمر، يعني يمكن من قلب الشفت حقه صار بس يمكن أقل من سنة بعدين توفى. الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات. وهنيئا له الذكر الطيب. في الحقيقة أنا حضرت الدفن كان هذا قبره. في الحقيقة أنا أتذكر تشييع شخصية قوية في الحقيقة كانت في المنطقة، لأنه كان يخدم، وهو يخدم في الجمعيات، يوزع يسوي ويساعد وينفق، ما كان يتكلم يعني. هل للإنسان حتى لو علمني قال لا تتكلم أخوي لا تتكلم، ما أقول أنا، بس بعد ما توفى الآن سألوني أقول. نعم. أنا جاني واحد من المؤمنين يقول لي يا أبو حسين السيارات واصلة إلى شارع الموسى هنا، من متوفى عندكم عالم؟ قلت لا والله مو عالم، لكن عمله يخلي الناس تيجي. فعلا. قال طيب انت تعرف الذكر الطيب، يقول لي انت تعرف؟ قلت له اخوي. قال اخوي، قلت له يا اخوي
اي والله بس فهنا في ذا المكان هنا. يقول لي السيارات وصلت لشارع الموسى هنا، ايش عندكم عال متوفي؟ قلت ما له شاء لا الله. بس عمال اخوي خلي الناس تجي. وهذا يا عم الذكر الطيب بعد الرحيل. صحيح. هنيئا للانسان هذه، يعني اللي يخلد الذكر الطيب. نعم. او لما يرى شخص يرى ابناء المرحوم قال لهم رحم الله من رباكم. نعم صحيح، هذه الكلمه الطيبه صحيح. ان الدين اول شيء الدين معامله. نعم. وبعدين اذا تبي الناس تحترم وكذا، يقول الشاعر العراقي اذا تريد تعيش بسعاده وكرامه لا تتكبر على الناس وخلي الطيب عنوانك. نعم. اي ما في هذا التكبر تركعه. الله يعطيك دائما الصحة على الناس والعافية. بالطيب والاخلاق تعيش صحيح. بهنيه وكرامه عند الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك الصحة والعافية. لا تسالم من دعاء يا ابو علي، موفقين ان شاء الله لكل خير. الله يحفظكم ان شاء الله ويرعاكم.